هل حصل قبل كده إن حد بعد عنك وأنت بتتكلم أو حسيت بإحراج لما حد قرب وشه؟ رائحة الفم الكريهة ممكن تأثر على ثقتك بنفسك، بس الخبر الحلو إنها غالبا ليها أسباب بسيطة وسهلة العلاج. في الفيديو ده هقولك على كل الأسباب وإزاي نتخلص منها تماما. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. اول حاجه معانا وهي اللسان لو مش بيتنضف بيكون عليه طبقه بيضة فيها بكتيريا، ودي من اسباب الريحه اللي مش بتروح حتى لو غسلنا اسناننا. فاللي قدامنا دي كشاطة لسان، المفروض ان احنا نستخدمها عشان نشيل اي بكتيريا من على اللسان، ولو مش عندنا ممكن بظهر الفرشة نغسلها واحنا بنغسل سناننا، نغسل لساننا معاها. ده هيشيل اي بكتيريا موجودة اللي هي ممكن تكون السبب في الرائحة الكريهة بتاعتنا. تمام. تاني سبب معانا وهو التهاب اللثة. التهاب اللثة ممكن يعمل لنا رائحة مش لطيفة، فلازم نتأكد ونهتم كويس ان احنا ننظف سناننا كويس. ولو في التهاب لثة مش بيروح يبقى نروح لدكتور الأسنان نعالج ونشوف السبب كويس. تمام. بعد كده تسوس الأسنان مش بس مشكلة شكل أو ألم، ده كمان سبب أساسي من أسباب رائحة الفم الكريهة. لما بناكل سكريات أو نشويات، البكتيريا اللي في الفم بتتغذى عليها وبتبدأ تفرز أحماض تهاجم المينا بتاعة السنان، وده بيبدأ بيكون نقر أو فتحات صغيرة في السنان. المشكلة إن الأماكن دي بتحتجز بقايا أكل، وده بيخلي البكتيريا تشتغل اكتر وتفرز مواد بريحه وحشه جدا، خصوصا لو التسوس وصل للعصب او احنا عندنا خراج تحت السن. يعني ببساطه كل ما سبت التسوس من غير علاج كل ما كانت الريحه اوحش. بعد كده عندنا جفاف الفم. اللعاب بيمنع البكتيريا، لكن لو فمنا ناشف خصوصا بعد النوم او لو بناخد ادويه بتسبب الجفاف، طبعا بيبقى مفيش لعاب فالريحه بتبدا تظهر. لكن مش كل ريحة كريهة مصدرها الفم، أوقات كتير بيكون سببها مشاكل في المعدة. أشهر حاجة وهي ارتجاع المريء. لما أحماض المعدة بتطلع لفوق المريء وتوصل للفم بنحس بطعم مر أو طعم حمضي وريحة مش لطيفة بتستمر حتى بعد ما بنغسل سناننا. في كمان نوع من البكتيريا اسمه هيليكوباكتر بايلوراي، لو موجود في المعدة ممكن يسبب ريحة فم كريهة، خصوصا لو معاها حموضة، انتفاخ أو حتى مشاكل في الهضم. يعني لو بنحس بريحة مزعجة في النفس ومفيش تسوس أو التهاب لثة واضح، لازم ندور على سبب جوه الجهاز الهضمي بتاعنا. الجزء الثاني من الفيديو هنبدأ نتكلم فيه عن الحلول للمشاكل اللي احنا قلناها. نظافة الفم اليومية مهمة جدا، ان احنا نغسل سناننا مرتين في اليوم بالفرشة، وبعد كده بفلوس او خيط نبدأ ننظف ما بين السنان، ده مهم جدا. ممكن نستخدم كمان غسول فم طبي، نستخدم غسول فيه كلوروهكسيدين او زنك، بس بلاش نستخدمه فترة طويلة من غير اي اشراف طبي. بعد كده ممكن نشرب مية كتير. الترطيب بيساعد ان احنا نقلل الريحة بشكل كبير جدا، خاصة لو احنا فعلا بقنا بينشف كتير. نبعد عن بعض الأطعمة زي البصل، الثوم، القهوة، التدخين، لأنه كل دول بيأثروا على الريحة لوقت طويل كمان. لو المشكلة مستمرة ممكن نعمل زيارة لطبيب الأسنان، ولو كل حاجة تمام يبقى نحتاج بقى نراجع دكتور أنف وأذن أو جهاز هضمي. عشان كده رائحة الفم الكريهة مش دايما بسبب إهمال تنظيف، أوقات بيكون سببها داخلي زي المعدة أو مشاكل أسنان اللي باينة أو مخفية. عشان نحل المشكلة من جذورها لازم نفحص الفم كويس، ولو مفيش سبب واضح نزور دكتور الباطنة. رائحة الفم الكريهة مش حاجة لازم نعيش بيها، خطوات بسيطة ممكن تخلي نفسنا منعش وثقتنا بنفسنا ترجع زي الأول. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا باقي الفيديوهات المهمة.